على الرغم إن من نهاية فيلم ألف مبروك كانت عظيمة جدا، بس فيها حاجة عدت علينا وما خدناش بالنا. الفيلم بيتكلم عن واحد قدر إنه يموت في نهاية اليوم، نفس اليوم بيتكرر معاه، وفي نهاية كل يوم لازم يموت. فبدل ما يحاول يتفادى قدره بيبتدي يتغير ويتطور مع الوقت لحد إنه بيوصل لمرحلة إنه خلاص متقبل قدره بشكل كامل، وبيموت في نهاية الفيلم وهو بيضحي بنفسه عشان ينقذ أهله. نهاية عبقرية ومؤلمة جدا للأحداث. الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني إنه بيموت في يوم فرحه دايما. ما فيش مرة في الفيلم كله جابوا خطيبته نسمع صوتها بس وهي بتتكلم في التليفون. حتى يوم فرحها بيختاروا إنه يموت قدام قاعة الفرح من غير ما حد يكلمه ويودعها. ومش لازم يودعها، كان ممكن يورينا إن هو اتغير زي ما عمل مع أهله بالظبط. أعتقد إن المفروض خطيبته كانت تاخد جزء بسيط جدا من أحداث الفيلم، حتى لو مشهدين 3 مدتهم 10 دقايق، لأنها تعتبر برضو من الناس المهمة في حياته، مش أهله بس، مش أبوه وأمه وأخته. قول لي إيه رأيك في الكومنتات، اعمل اشتراك في القناة عشان احنا لسه بنسخن.